ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مين بقى اللي سمع البكبكه الحلوه دي؟ يلا بقى نعمل النهارده مع بعض اجمل حله محشي كده خطيره. قولوا خطيره، روعه، جميله، اي صفه من صفات الجمال الصراحه. كان خطير قوي. بصوا يا حلوين، انا معايا النهارده ايه كرنبتين اتنين كده صغيرين. انا سلقت معاكم كرنبايه واحده. طبعا انا بجيبها ايه وبحطها في ميه سخنه، والميه السخنه دي بحط فيها شويه من الكمون. ليه بقى؟ عشان يمنع اي انتفاخات او اللي اي شخص يعني بياكله، او لو اي حد بيتعب منه يا جماعه يحط فيه شويه كمون كده في الميه يبقوا حلوين قوي. خلاص. وبحط بقى هنا ايه كرنبايه كده فيها تتسلق. وكل شويه هنا ايه، احط اغطس كده الكرنبايه كده جوه الميه علشان ايه تتسلق. خلي بالك ما تهريش الورقه. انت بتتكي عليها بايديك كده زي ما انتوا شفتوني من شويه، واشوفها هل هي استوت ولا لا. هنا بقى بقطعه، طبعا بقى انت بتقطعيه زي ما انت عايزه. انا هنا بجيب هنا الورقه وبحطها على الصينيه دي، وبقطع العرق بتاعها كده. وانا ايه وبقطعها قدامكم. خلاص. انا هعرفك هنا بقى تقطعيها بقى هنا، شوفين هنا. يعني بوريكم هنا الورقة، يعني الورقة بوريكم هنا مش مهرية. الورقة ماسكة نفسها عشان طبعا بتبقى افضل بكتير. خلاص. عشان تستحمل في السوا. وبقطعها بقى معاكم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقى انا ايه، هجيب ورقتين اتنين كده من الكرنب واحطهم فوق بعضيهم، وبرمي هنا بقى ايه وبقطع العرق بتاعهم كده وبرميه. إيه بصوا حبايبي، إيه وبتنيهم كده الاتنين ايه مع بعض كده بقى، يعني ايه حاجه في الانجاز. يعني لو انتي مستعجله اعملي كده، حطي ورقتين فوق بعض على طول وقطعي زي ما انتوا شايفين كده على طول كده ايه هتخلصي يعني. تمام. هعرفك برضو دلوقتي ازاي مثلا تحبي بقى ايه. في ناس بتحب تطلعه بالمسطره كده، يعني تحب الورقه إيه كل ورقه قد التانية. هعرفك دلوقتي تعمليها ازاي برضو. بس هنا برضو بقولك هنا ايه، لو انت برضو بتحبي تعمليه على ايدك كده برضو على طول بيبقى سهل برضو سريع. بتمسكيها كده على ايديكي وبتشيلي ايه العرق بتاعها من الجنب كده، وبتتنيها كده زي ما انتوا شايفين، وبتقطعيها بالسكينه من النص. طبعا انت بتقطعي الورقه بقى على حسب ايه حبك للورقه، مثلا كبيره او صغيره او وسط زي ما انتوا عايزين. انا بحبها وسط يعني. خلاص. هنا بقى بعرفك هنا ازاي بقى تعمليه بقى ايه. الورقه قد الورقه والتانية اختها. شايفين هنا ايه، تمسكي الورقه كده إيه وبتشيلي العرق بتاعها وبتتنيها. وبتشيلي بقى الايه الاطراف يا جماعه اللي بتبقى ايه على الحروف دي. خلاص. وبتشيلي كمان الاطراف اللي بتبقى تحت دي. بقطع لكم هنا الورقه، شايفين هنا هتشوفوها. بصوا، خط مستقيم لكنها زي المسطره بالظبط. بس يا جماعه بصوا يعني اللي بيحب يعمل الخطوه دي مفيش مشكله. شايفين انت شايفين بقول لكم هنا الورقه ما شاء الله متماسكه جدا لان السلقه كويس جدا. بصوا يا جماعه، هي الخطوه دي طبعا انت لو عملتي الكميه كده كلها بتهدر في الورق جدا. خلاص. فالافضل ان انت ما تقعديش تهدري في الورق كتير وتقطعي منه ياما يعني. بس زي ما انت حابه اعملي. خلاص. يلا بقى ايه نعمل بقى تسبيكه كده الصلصه الخطيره بتاعتنا. طبعا كل بقى السر بقى كله في التسبيكه الخطيره دي. طبعا دي اللي بتنقل المحشي في حته تانية بقى. انا جبت هنا قطعه كده من الزبده البلدي. معايا هنا البصل، انا خدت هنا جزء منه، وبوريكم هنا برضو هستخدم هنا توم برضو بحب قوي انا التوم المفروم قوي مع البصل بتاع المحشي. انا كده بدبل ايه البصله بخليها تدبل بس. وبعد ايه ما بتدبل كده بقوم ايه نازله عليها كده بثلاث فصوص توم وسط. خلاص. طبعا انتي بقى بتحبي تحطي التوم ني، مثلا ما بتحبيش تشوحيه مع البصل براحتك، بس انا بحب احطه في الخطوه دي. يا سلام بقى ريحته كده بتطلع بقى مع البصله، بتبقى تحفه جدا. وعشان ازود بقى الموضوع بقى يعني ايه خلي الموضوع خطير بزياده، احط بقى ايه معلقه صغيره كده كزبره ناشفه. يعني بتودي بقى ريحه البصله بالتومه دي في حته تانية خالص. بتبقى تحفه تحفه تحفه. جربوها بجد تحبوها قوي. خلاص. بخلي الكلام الجميل بقى يدبل مع بعضه كده، واقوم بقى نازله ايه بشويه فلفل كده. انا كان عندي فلفل اصفر وفلفل اخضر. إيه مفيش مشكله لو اشتغلتي بفلفل اخضر بس عادي. وبقلبهم كده بقى يخلي الموضوع ده بقى ايه يدبلوا كده بقى مع بعضهم كده، وياخدوا اللون الاصفر. انا ما بحبش يا جماعه اغمق البصله خالص لاي حاجه. خلاص. وبنزل عليه هنا بثلاث معالق كبار كده من الصلصه. وطبعا هقلب شويه. لو انتي مش حابه تحطي سلطه برضو براحتك، بس انا بحب احطها يعني ايه بحب انا لون المحشي الكرنب عندي بيبقى لونه احمر بزياده. خلاص. اي محشي عندي عموما انا بحبه ايه احمر يعني. وبنزل طبعا دي بقى الصلصه الصلصه او الطماطم اللي انا فرماها.
خلاص بنزل عليها بقى على الكلام الجميل ده. ودلوقتي بقى هنحط له التوابل بتاعته. خلاص دي يا جماعه احلى واطعم تتبيله للتسبيكه بتاعه المحشي. انا بحط بقى توابل ايه، بحط كمون وبحط فلفل اسمر وبحط كزبره ناشفه. خلاص بزود هنا بقى ايه الكزبره الناشفه إيه على الصلصه يعني. تمام. حابه انت بقى تحطي بهارات محشي ما فيش مشكله، بس انا بكتفي بالتلاته دول. واحيانا برضو فعلا بحط توابل محشي، بس ايه اكترية الوقت بكتفي بالتلات نكهات دول بس. خلاص وبسيب هنا بقى ايه، هيتبلوا قصدي يسبكوا شويه، بس لسه هنحط لها معلقه كده هتظبط الدنيا، هتشوفوها دلوقتي. خلاص هنا بقى بجيب هنا ايه بصلايه كده بقى ايه مفرومه، حط عليه شويه فلفل اسمر وشويه من السبع بهارات، وحطيت الملح زي ما انتم شايفين. وبجيب دلوقتي بقى شويه حبهان برضو بودر هحطها عليهم. ليه بقى؟ علشان هنتبل دلوقتي الفراخ الجميله اللي معانا دي. بصوا يا جماعه احنا عندنا النهارده كانوا عايزين ياكلوا الفراخ دي فيها شوربه، ولكن في نفس الوقت عايزين ياكلوها متبله. على مين بقى؟ فقلت طبعا هنعملها كده. طبعا انا ايه التتبيله دي انا ما كترتش فيها التوابل، عشان طبعا انتوا عارفين إيه زي ما قلت لكم دلوقتي ان انا هعمل لها شوربه. فانا حطيت لها البهارات دي بس، بتبقى طعمها روعه، جربوها هتحبوها جدا. هتاكلوها اكنها متبله، هي فعلا متبله وفي نفس الوقت لها شوربه، حاجه كده ميكس خطير. هتجربوها تدعوا لي والله. خلاص وبحط هنا بقى ايه الحله دي سخنه بقى، وبحط الفراخ عليها كده، واسيبها بقى ايه تتشوح في الحله كده ايه شويه يا جماعه. خلاص يعني شايفين بقى انا بعمل هنا الصدر بفتحه طبعا، وهحشيه برضو ايه بالخلطه الجميله دي. وهحط برضو هنا شويه برضو ورق لورا دلوقتي هتشوفوه معايا برضو، بس بعد ايه ما اتبل الصدر الخطير ده. الفراخ دي يا جماعه على قد ما انها بسيطه بس كانت تحفه. طبعا بحط باقي الخلطه الزياده دي خساره تترمى طبعا. اهو ورق اللورا انا حطيته دلوقتي. خلاص وبعمل هنا ايه بقى، بحط هنا بقى المعلقه اللي قلت لكم عليها دي، معلقه سكر صغيره كده إيه للصلصه بتاعه المحشي. هنا كانت هنا خلاص كانت هنا ايه 3/4 سوا كده يعني، كانت لها شويه وتتسبك يعني. خلاص هنا بوريكم هنا بايه سايبه الفراخ انا شويه هنا ايه تتشوح قبل ما احط الميه عليها. هنا بقى ايه بوريكم هنا معايا كميه كده من الخضار. طبعا بقى الخضره بتاعت المحشي انا معايا كزبره وشبت وبقدونس، حابه تشيل اي نوع منهم براحتك. خلاص بس طبعا اخلي الكزبره معاكي اساسي يعني. تمام. إيه انا بحب احط الميكس التلاتة مع بعض بيدوا نكهه جميله جدا. خلاص إيه بص بقطعهم بقى، هي بجيب القطاع وبقطعهم هنا ايه قطع صغيره كده. طبعا ساعات بفرمهم في الكبه على فكره يا جماعه، هبقى افرمها معاكم برضو قبل كده. انا قلت لكم قبل كده ان انا هفرمها معاكم بس نسيت المره دي، هبقى افرمها برضو معاكم تبقى حلوه قوي. خلاص وطبعا بنزل في البوله دي، عشان دي بقى الايه اللي انا هحط عليها دلوقتي بقى الايه الرز والتسبيكه اللي اتسبكت. شايفين انها كانت تسبيكه انا متهيألي كانت ايه بقى لها حاجات بسيطه جدا وتتسبك يعني. كنت بديلها تقليبه كده. شوف كنت بوريكم كنت بوريكم مش عارفه تعبه نفسي انا. كنت بوريكم ان هي خلاص قربت يعني. وهنا بقى الايه الفراخ زي ما انا قلت لكم بسيبها تتسبك قصدي بسيبها تتشوح شويه. طبعا بقى نزلت الصوص بتاعها كده الخطير ده، وتشوحت شويه كده في التوابل والبهارات دي جميله قوي. بحط لنا شويه فلفل صغيرين، كانت اخر قرن فلفل. وكان صغير كمان. هنا بقى اجيب هنا ايه كنت غاليه هنا بقى الكاتل ميه يا دوبك، بس هنا يا جماعه انا بغطيها. خلاص ليه بقى؟ لان انا سبتها تتشوح فتره حلوه كده يعني، نزلت اساسا كانت يعتبر نص سوا في التشويح. خلاص هنا بقى كنت غسلت الرز ده واحطه بقى على الخضار عشان نعمل بقى الخلطه بتاعه المحشي. وبصوا يا جماعه انا ما بحبش ازود الطماط اللي اسمها ايه دي الميه كتير قوي على الفراخ، علشان الشوربه يبقى ايه تبقى مركزه كده بطعم الفراخ بتبقى طعمها احلى. خلاص انا هنا بقى بعد ما حطيت هنا بقى الرز ده انا غسلاه، حطيت هنا بقى البصلايه اللي هي اتبقت. فاكرين البصلايه اللي احنا شوحناها في الاول قلت لكم هسيب منها شويه، دي بقى انا حطيتها شويه على الرز، وحطيت عليه برضو شويه من الكزبره وشويه من الكمون وشويه من الفلفل الاسمر والملح طبعا. خلاص حابه انتي تضيفي اي نوع تاني بقى من البهارات براحتك، بس انا بكتفي فقط على الخطوه دي.
خلاص. طبعا بقى انا الصلصه بقى انا ايه، احنا مظبطينها بقى بايه، بالبصله والثومه والفلفل يعني ميكس رهيب احنا عاملينه. اهي كانت الصلصه انا اتسبكت. بصوا يا جماعه لازم نسبك الصلصه كده كويس، ما تبقاش فيها إيه ميه يعني، لا نخلي الطماطم تتسبك كويس عشان ايه تكوني متحكمه في الصبع كده المحشي وانتي بتحشيه. خلاص. كده انا بقلبه طبعا. طبعا انا ماليش في تقليب المعالق ده، انا اساسا دلوقتي هقلب بايدي بس يعني. الخضار ده كان سخن دلوقتي عشان الصلصه كانت سخنه قوي، فقلبته بايدي بعد ما برد شويه. هنا بقى كانت كنت انا حطيت هنا بقى ايه، قطعت هنا خضار، بصل وخضره كده في الارضيه بتاعه الحله يعني. وهنحشي بقى دلوقتي الكرنب ده. شايفين انا مقطعاه مجزئاه، بخليه كل يعني ورق على بعضه، يعني مثلا حتى اللون الابيض كله على بعضه، الاخضر على بعضه كده يعني. خلاص. هنا بقى بمسك هنا بقى الورق. شايفين بقى اللون بتاع خلطة المحشي احمر وجميل ازاي. انا ما بعرفش يا جماعه اعمل محشي الا لما يكون لونه احمر، ما بقتنعش بالمحشي اللي يبقى ابيض ده ابدا. شايفين هنا بلف هنا الورقه وبضغط عليها كويس جدا. شايفين شايفين انا بقول لكم ما شاء الله هي متماسكه جدا بلعب بيه. هنا برضو هنا ايه، بحشيه وبقفل عليه كويس جدا، وبشيل اي رز يبقى على الورقه من بره. ما بحبش انا الرز يا جماعه يبقى على الورق من بره. هتشوفوا دلوقتي المحشي بتاعنا الصباع بصباعه تحفه جدا. شايفين هنا بقى بحشي برضو معاكم كده ورقتين اتنين لونهم ابيض عشان ما يزعلوش. شايفين هنا اعمل كمان واحده معاكم. شايفين بقى يا جماعه هنرص بقى الحله دي رصه محترمه هتشوفوها معايا دلوقتي بس انا بقى طبعا مش هدوشكم باللفه، انا هقعد اعملها مع نفسي بقى. خلاص. شطوره يا رور شايفين انا بعد ما خلصت هنا بقى لف المحشي كان جميل ازاي، تحفه جدا. هنا بقى يا حبايبي انا بزود هنا الكرنب. بصوا يا جماعه طبعا عشان انتوا عارفين ان انا مش مزوده شوربه كتير قوي للفراخ، فانا زودت هنا ايه، نص المحشي كده، شويه من الميه وشويه من الشوربه. خلاص. الميه دي طبعا انا مملحاها مظبطه الحدق بتاعها بالملح. خلاص. وهضيف برضه دلوقتي ايه شويه دلوقتي من شوربه الفراخ، لان انا محتاجه قلتلكوا الشوربه جنب الغدا، فمش هاخد كتير منها يعني. يا دوبك بس كده نظبط الايه المحشي يعني الميه بتاعت المحشي. خلاص. هنا كانت هتحتاج برضو هنا كمان هنا إيه شويه صغيرين كده، بس انا كده مش هحط لها تاني. يا دوبك كده يا جماعه يبقى الصفه الاولى بتاعت المحشي كده ايه بتبقى باينه، تبقى الشوربه واصله لنصها. خلاص عشان المحشي ما يعجنش معاكي. خلاص. وطبعا بقى هنا ايه بنعلي يا جماعه النار في الاول عليه لحد ما يغلي، وبعد كده بنهدي عليه. خلاص. هنا بحط الورق ده يعني قال يعني بيحمي يعني احنا مصريين علينا شويه تقاليد فظيعه. خلاص. وبغطي عليه بقى واسيبه يستوي. شايفين انا بقى هوريكم هنا بقى ايه، لازم يا جماعه المحشي في المرحله دي وهو بيغلي لازم يغلي من جميع النواحي عشان تتاكدي ان هو مستوي من جميع النواحي. هنا انا كنت بفرد الورقه تاني وقلت ده وجع دماغ فقمت شايلها خالص بلاش لازمه اصلا. خلاص. بس هي طبعا ايه بتخلي الصفه يعني الاولانيه تبقى منسقه كده وحلو. شايفين. فقلت يلا بقى ايه جربت هنا بقى ايه الصوره واضحه اكتر يعني. فقلت هنا بعد ما الفراخ بقى استوت يلا بقى نحمرها مع بعض. انا جبت الجريلا بتاعنا ده وحطيت عليه شويه من الزيت كده خليته يسخن، وبعد كده بقى ايه حطيت عليه الفراخ اللي استوت دي. جربوا يا جماعه الفراخ دي والله، بس ما تزودلهاش الميه والله كانت حكايه. هنا بقى كان المحشي بتاعنا استوى. شايفين الصباع بالصبع نازل روعه والله العظيم، كان حكايه تحفه جدا. وطبعا بقى انا حطيت الشوربه دي عشان هنشربها برضو جنب الاكل. بوريكم هنا بقى الرز كان مفرفر قد ايه، تحفه. انا كنت هنا باكل بقى قلت يلا بقى انا هاكلها. شايفين هنا بقى يا جماعه الصباع بصباع، ولا في بقى رز عليه ولا الحاجات دي خالص، بلونه جميل. والفراخ بتاعتنا بالتتبيله التحفه جدا. كده الفيديو حبايبي خلاص، كنت عايزه اقعد معاكم كتير والله اكتر من كده، بس الفيديو بقى خلاص. مع السلامه. متنسوش اللايك